مشاهدينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. تنظيم استقبال رسمي وشعبي حافل لمنتخب الدراجات. برنامج لتنسيق جهود محاربة العادات الضارة. حاكم إقليم عنسبة يذكر المزارعين لتنمية الأراضي على ضفتي نهر عنسبة. 250 قتيلا جراء قصف الغوطة الشرقية في سوريا. كوريا الشمالية ألغت اجتماعا مع نائب الرئيس الأمريكي في سول. وراؤول كاسترو يستقبل وفدا من الكونغرس الأمريكي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. استقبل فخامة الرئيس إسياس أفورقي في القصر الحكومي صباح اليوم منتخب الدراجات الذي حقق انتصارات باهرة في بطولة إفريقيا لسباق الدراجات الهوائية 2018 للجنسين. وهنأ فخامة الرئيس إسياس أفورقي الدراجين ومدربيهم للانتصار الذي حققوه، مؤكدا القدرات الرياضية الكبيرة الكامنة في إريتريا، وبالإمكان تحقيق انتصارات كبيرة على المستوى العالمي إذا تم العمل فيها بصورة جيدة. من جانبه أوضح مفوض الثقافة والرياضة سفير زمدة تخلي أن إريتريا شاركت في البطولة بمنتخب من الرياضيين الشباب الجدد، وأن الانتصار الذي تحقق يعكس المستقبل المشرق لرياضة الدراجات في البلاد. وجرى استقبال شعبي حار لمنتخب الدراجات في شوارع العاصمة أسمرة. وحاز منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية على 20 ميدالية، منها 10 ميداليات ذهبية و5 فضية و5 برونزية في بطولة إفريقيا للدراجات الهوائية التي نظمت في كيغالي الرواندية في الفترة من 14 وحتى 18 من فبراير. أوضحت وزيرة الصحة السيدة آمنة نور حسين عن إدخال نظام جديد لضمان تنسيق الجهات المختصة من أجل فعالية محاربة العادات الضارة بالأطفال والمرأة. وأوضحت في الاجتماع الذي عقد أمس في مدينة بارونتو أن هذا النظام وضع تحت إشراف وزارتي الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية والاتحاد الوطني للمرأة، وينفذ في الأقاليم بقيادة الإدارات ومشاركة مختلف الوزارات والاتحادات. ويهدف البرنامج إلى محاربة ختان الإناث وزواج القاصرات وإزالة اللحى وغيرها من العادات الضارة وضمان صحة المواطنين، مشيرا إلى وضع برنامج مشترك بديل على العمل الفردي المعمول به سابقا لضمان التنفيذ المشترك والفعالية. وقدم شرح في الاجتماع حول جهود محاربة العادات الضارة ونتائجها وتوضيحها بشأن البرنامج المشترك، الموضوع والهيكل والمهام. من جانبه أوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم القاش بركة السيد فرانكو كوبابا أن إدارة الإقليم ستعمل بنشاط لإنجاح البرنامج، داعيا جميع الجهات المشاركة في البرنامج لتقوية مساهماتها. وأوضح حاكم إقليم القاش بركة السيد فسحاي هيلي عن النتائج المرضية للجهود المنفذة حتى الآن لمكافحة العادات الضارة، لكن المهام الباقية كبيرة ويتوجب إدخال الوسائل القانونية لردع مرتكبي العادات الضارة عن سابق إصرار. دعا حاكم إقليم عنسبة السيد علي محمود خلال الزيارة التفقدية للموارد والإمكانات الموجودة في مديرية هابورو، دعا لتنسيق الجهود من أجل تنمية الأراضي الخصبة على ضفتي نهر عنسبة بإرساء المجاري التحويلية. وقال إنه يتوجب منح الاهتمام للتنمية المروية على ضفتي نهر عنسبة الذي يمتلك أراضٍ خصبة ووفرة للمياه، مذكرا أن العمل الذي بدأ لبناء مجرى تحويلي في منطقة فيزا قد تكون الانطلاقة، مطالبا على تسريع البرنامج من أجل إنجازه قبل بدء الخريف. وقال المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم عنسبة سيد بحتة تدروس إن البنية التحتية الزراعية التي أرسيت كانت تنمي فقط مساحة 50 هكتارا في ضاحية فيزا، ويهدف البرنامج لرفع المساحة إلى 100 هكتار. وأكد السيد بحتة عن وجود 24 هكتار من الأراضي التي يمكن تنميتها إلى جانب الأراضي المزروعة بمشروع فيزا، مطالبا من المزارعين للاستفادة من الموارد الموجودة في محيطهم وتحسين معيشتهم. صرح منمو البساتين في ضحية آبو بمديرية جنوب دنكاليا في إقليم جنوب البحر الأحمر بأنهم استطاعوا توسعة أنشطتهم ومضاعفة إنتاجهم مستفيدين من الدعم المقدم لهم.
وأوضحوا لوكالة الأنباء الإريترية بأن أنشطة سكان المنطقة التي كانت محصورة في صيد الأسماك والتجارة المصقرة وصلت في الوقت الحالي مدعومة بتنمية البساتين إلى مرحلة تلبي فيها متطلباتهم الرئيسية عن قرب، مؤكدين توسيع عملية تنمية البساتين التي بدأت بمستوى قليل نظرا للتطور الملحوظ الذي حققته. وأضافوا أنهم ينمون مختلف الخضروات والتمر، وبات إنتاجهم يغطي متطلبات منطقتهم ووصل حتى مدينة عصب، مشيرين إلى أن الدعم الذي تقدمه لهم إدارة الإقليم ووزارة الزراعة ظل يلعب دورا كبيرا في تطور عملهم. من جانبه أوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية جنوب دنكاليا الشاب علي أحمد تنظيم سيمينارات تعريفية للمنمين حول تعزيز معارفهم وفهمهم حول أنواع البذور وأدوية المضادات الحيوية، مما ساعد ذلك إلى تسيير أنشطتهم جيدا. نظم مكتب وزارة التعليم بالتعاون مع مكتب وزارة الصحة في الإقليم الجنوبي دورة تأهيلية صحية للمعلمين من مديريات ميمنة وعدخالة وأمن حيلي وعرزة ودبروة ومندفرة حول الرعاية الصحية والإسعافات الأولية. ونظمت الدورة التأهيلية الصحية من 16 وحتى 18 من فبراير بمدينة مندفرة للرعاية الصحية التي يقدمها المعلمون للطلاب المرضى والتعرف على الأوضاع الصحية الذهنية والجسدية للطلاب وتقديم العون اللازم. وأكدوا على أهمية الدورة التأهيلية لتقديم المساعدة الصحية الضرورية للطلاب. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هابتت أجاي كيداني أن الدورة التأهيلية نظمت لأهميتها على العملية التعليمية. كما نظمت دورة تأهيلية للمعلمين وأعضاء المكاتب التعليمية في مدينتي مندفرة ودك محرة حول إدارة المدارس والتنسيق التعليمي. نظم فرع الصحة في الإقليم الأوسط سيمينارا صحيا في 17 من فبراير الجاري تركز حول سبل مكافحة مرض السل الرئوي وضمان صحة الأمومة والطفولة. وقدمت مسؤولة وحدة مكافحة مرض السل الرئوي في الفرع الممرضة نازنت جبرهنس توضيحا حول أعراض وسلوك وأضرار مرض السل، حيث يضر المرض 80% من الرئة، وفي حال لم يتم معالجته سريعا يؤدي إلى مرحلة الوفاة، مذكرة للمجتمع اتخاذ الحذر والحيطة مدركين خطورته وتناول الأدوية بانتظام. وذكر السيد حوري والدنكيل مسؤول الصحة الإنجابية في الفرع الذي حاضر في السمينار حول سلامة الأمومة والطفولة الحوامل مراجعة المراكز الصحية في فترة الحمل على الأقل 8 مرات ووضع حملهن أيضا في تلك المراكز للحد من وفيات الحوامل وإيصاله إلى الصفر. وأشار إلى وجود 34 مراكز صحية في الإقليم الأوسط تعمل على تقديم الرعاية اللازمة للحوامل، بحيث ينبغي الحامل إيجاد رعاية لازمة في هذه الفترة. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، كونوا معنا. على الصعيد العالمي أفادت تقارير بأن 250 شخصا قتلوا خلال يومين فقط جراء قصف القوات الحكومية السورية في الغوطة الشرقية التي تعد آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق. وأشارت التقارير إلى أن من بين القتلى أكثر من 50 طفلا، ويعد هذا أكبر تصعيد في أعمال العنف في الغوطة الشرقية منذ عام 2013 بحسب ناشطين. وحذرت الأمم المتحدة من أن الوضع بدأ يصبح خارج السيطرة بشكل مضطرد. وكان ناطق باسم الأمم المتحدة قد قال في وقت سابق إن 6 مستشفيات تعرضت للقصف في المنطقة. ألغى مسؤولون من كوريا الشمالية اجتماعا مقررا مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس في سول على هامش دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الأسبوع الماضي. وبحسب مسؤولين أمريكيين فقد كان من المقرر أن يلتقي بينس مع مسؤولين في بيونغ يانغ، ومن بينهم كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، أثناء وجودهم في كوريا الجنوبية. وكان منتظر أن يصبح هذا أول لقاء رسمي بين مسؤولين من كوريا الشمالية وإدارة دونالد ترامب.
لكن بيونغ يانغ تراجعت في الدقائق الأخيرة. وحذرت الولايات المتحدة مع قوى دولية أخرى من تخفيف الضغط على الكوريين الشماليين قبل التخلي عن برنامجهم النووي. استقبل الرئيس الكوبي راؤول كاسترو وفدا برلمانيا أمريكيا يزور الجزيرة للبحث في عدد من القضايا، بينها خصوصا الهجمات الصوتية الغامضة التي تقول واشنطن إنها استهدفت دبلوماسيين أمريكيين في هافانا. وقالت الحكومة الكوبية في بيان إنه تم خلال الاجتماع التباحث بقضايا تهم البلدين من دون أن تورد أي تفاصيل إضافية. ويثير التحقيق في حوادث غامضة سببت أضرارا جسدية للدبلوماسيين الأمريكيين في كوبا، حتى الآن جدلا بين واشنطن وهافانا التي تتهم الولايات المتحدة بعرقلة تحقيقاتها في هذه القضية. وسحبت واشنطن في منتصف سبتمبر المنصرم أكثر من نصف طاقمها الدبلوماسي في كوبا، وأبعدت 15 دبلوماسيا كوبيا عن الأراضي الأمريكية في إطار هذه القضية. تحتضن دبي الآن أطول 3 فنادق في العالم، هي فندق برج العرب 321 مترا و60 طابقا، وروز ريحان روتانا 333 مترا و72 طابقا، وفندق جي دبليو ماريوت ماركيز الذي انضم إلى القائمة. في حين أن ارتفاع المبنى النهائي لم يتم تأكيده، فمن المتوقع أن يكون 850 مترا، مما يجعله محور عملية إعادة تطوير خور دبي. هذا المبنى المذهل هو من تصميم المهندس المعماري الإسباني السويسري الشهير سانتياغو كالاترافا، الذي ارتبط اسمه بتصميم أشهر المباني في العالم كمجمع مدينة الفنون والعلوم في فالنسيا إسبانيا. غير أنه من غير المتوقع أن يحتفظ المبنى بالسجل العالمي لفترة طويلة، فقد تم تصميم برج المملكة الجديد في جدة بالمملكة العربية السعودية ليصل إلى ارتفاع 1001 متر. ومن المقرر افتتاحه في أواخر عام 2020، أي بعد أشهر فقط من افتتاح برج خور دبي. فاصل أخير مشاهدينا الكرام ونعود مع النبأ الرياضي الأخير، كونوا معنا. في النبأ الرياضي الأخير، نجح ليونيل ميسي أخيرا في هز شباك تشيلسي ليقود برشلونة للتعادل هدف مقابل هدف مع مضيفه الإنجليزي في ذهاب الدور السادس عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. افتتح ويليان التسجيل لتشيلسي بتسديدة متقنة في الدقيقة 62 بعدما سدد اللاعب البرازيلي في القائم مرتين خلال الشوط الأول. وبدأ أن تشيلسي سيستمتع بالأفضلية قبل خوض الإياب في كامب نو، لكن ميسي خطف التعادل مستقلا تمريرة من أندريس إنيستا ليسدد كرة منخفضة في شباك الحارس تيبو كورتو، وهو هدفه الأول في 9 مواجهات ضد تشيلسي. هذا واقترب فريق بايرن ميونخ الألماني خطوة كبيرة من التأهل إلى الدور الثمانية. واكتسح الفريق البافاري ضيفه بشيكتاش التركي بخماسية نظيفة في ذهاب دور الثمن النهائي للمسابقة القارية. وشهدت الدقيقة 16 طرد مباشر للكرواتي دوما جوف فيدا ليلعب بشيكتاش الدقائق المتبقية من اللقاء ب10 لاعبين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.